طيب يا ولاد، تعالوا كده على الجزء الثاني من الحصه، وهي ايه بقى؟ قال لك تعال نشوف الريليشن. انا كده اتكلمت في ثلاث حاجات. تمام. الريليشن بين الثيرمال تشينج والتشينج اوف ستيت اوف ماتر. اتكلمت على الريليشن اوف الثيرمال تشينج accompanied by dissolution الذوبان، واتكلمت على الملح اللي بيطرد والملح اللي بيمتص وكده. اخر حاجه هتكلم على الريليشن بين الثيرمال تشينج accompanying الميلتنج بروسيس اند الماس او dissolving والماس. طيب بص بقى، اول حاجه الليثيوم كلورايد ده ملح. الملح ده بقول عليه اكزوثيرميك سوليوت او ملح طارد للحراره، ملح من المطاريد. طيب اتفقت كمان معاك اتفاق لو انت فاكر، اللي هو الدلتا تي اللي تشينج في التمبريتشر. انا كنت كذا اصبحت كذا، فبعمل تي 2 ماينس تي 1. طيب نخش على الاكتيفيتي على طول. هنا بيقول لك ايه؟ بص بقى، الميه كانت درجه حرارتها 21، كل الميه 21. اول ما حطيت 1 جرام اصبحت بعد 30 ثانيه اصبحت درجه الحراره 25.5. حطيت 2 جرام بقت 30، حطيت 3 جرام بقت 34، وهكذا وهكذا. لو انت واخد بالك، كل ما بزود الجرامات كل ما درجة الحرارة بتعلى. يعني ايه؟ يعني كل ما عدد الجرامات بتاع الملح بيزيد، كل ما درجة الحرارة بتاعت المية بتزيد اكتر. ده معناه ان الملح عمال يطرد حرارة اكتر. لما نيجي نعمل بقى التشينج ان تمبريتشر اللي هي الدلتا تي، كنت بحسب الدلتا تي ازاي؟ بمنتهى البساطة اللي في الدنيا. كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل تي 2 ماينس التي 1، تي 2 ماينس تي 1. التي 2 اهي، التي 1 اهي، هتلاقي التي 1 كلهم 21. فبعمل تي 2 ماينس تي 1، تي 2 ماينس تي 1، تي 2 ماينس تي 1. ده يودينا لايه بقى؟ يودينا ان التمبريتشر بتزيد كل ما الليثيوم كلورايد اللي دايب في الميه يزيد. يعني كل ما بزود الماس بتاع الملح، كل ما كميه الملح تزيد، كل ما الجرامات بتاعه الملح بتزيد، كل ما التمبريتشر بتزيد، كل ما الحراره اللي بتطرد بيزيد. عشان كده عمليه الديسولوشن دي، ده ملح ماله نون هيدريتد، او بقول عليه انهيدرس. يعني ايه انهيدرس؟ يعني ملح طارد للحراره. طب اسال سؤال كده، ايه العلاقه ما بين كميه الملح، الماس اوف سوليوت، كميه الملح، والتشينج اوف تمبريتشر اللي هي الدلتا تي؟ كل ما الملح يزيد، وركز بقى في الكلمه دي، كل ما الملح يزيد كل ما الديفرنس يزيد. يعني ايه الديفرنس يزيد؟ يعني انا لو جيت عملت كده، لو انت خدت بالك هنا، كل ما الديفرنس يزيد، بص 39 ماينس 21 18، الفرق 18 لما حطيت 4 جرام. بص لما كنت حاطط 1 جرام، بص الفرق كان كام؟ كان 4.5. فكل ما الملح يزيد كل ما الديفرنس يزيد. فكده العلاقه بينهم علاقه ايه؟ علاقه دايركت، علاقه دايركت. عشان كده ده اللي تشينج في التمبريتشر اللي هو الدلتا تي، وده الماس اوف سوليوت كميه الملح. طبعا علاقه دايركت، كل ما الملح يزيد كل ما الديفرنس كمان هيبتدي ان هو يزيد. علاقه دايركتلي بروبورشنال، يعني علاقه مباشره. كل ما الملح يزيد كل ما الديفرنس يزيد. تمام؟ طيب لو انت فاكر بقى، احنا الكلام ده خدناه من اولى اعدادي، وهو ايه بقى؟ الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل والكونستانت فاريبل. طيب الاندبندنت فاريبل اللي هي المتغيرات الاندبندنت، اللي هو طبعا الملح اللي انا عمال العب فيه وازود طيب الديبندنت فاريبل المتغير اللي انا يعني المتغير اللي انا بدرسه، او اللي انا محتاجه، او اللي انا معتمد عليه، اللي انا محتاج اجيبه، وهو اللي تشينج في التمبريتشر. ما هو ده متغير وده متغير، بس ده اندبندنت لكن ده ديبندنت. طب الكونستانت، طبعا الكونستانت هي كميه الميه. كميه الميه ثابته ما بتتغيرش، كميه الميه ثابته ما بتتغيرش. لكن ده الاندبندنت وده الديبندنت، ده اللي انا عايز ادرسه فاسمه الديبندنت. ده يعني متغير، بس انا مش عايز ادرس الملح، انا عايز ادرس تغير الحراره لما احط الملح. طيب في مثالين بقى، حاجه اسمها انستنت هوت اند كولد كومبريسورز. ربنا يشفينا يا رب كده.
في اكياس بتتجاب من الصيدليه، في اكياس بتبتدي ان هي بتساعد على التسقيع، تمام، وفي اكياس بتساعد على التسخين. ده شكلهم موجودين في الصيدليات، اي صيدليه تقدر تجيب منها الكيس ده او الكيس ده على حسب انت مشكلتك في ايه، او على حسب انت بتعاني من ايه. طيب سم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى هنا، انا عندي حاجه اسمها الهوت كومبريس وعندي حاجه اسمها الكولد كومبريس. ايه الهوت كومبريس وايه الكولد كومبريس؟ قال لك والله الهوت كومبريس ده بعالج بيه الريليفز ماسل بين والسترين، اللي هو الشد العضلي وارتخاء العضلات والم العضلات. حلو. فببتدي ان انا احط في المكان اللي فيه كدمات والمكان اللي فيه شد عضلي والمكان اللي فيه وجع، ابتدي احط فيه الهوت كومبريس اللي هو لونه ايه؟ اللي هو اللي لونه احمر ده. ده ليه اسمه هوت كومبريس؟ قال لك عشان فيه ملح، الملح ده بيبتدي يطلع حراره، فبيبتدي يطلع حراره. انت ببقى ماسك الكيس كده، بحس الحته دي سخنت. ليه بقى؟ لان الملح طبعا انا بمسك الكيس ده برجه في الاول لانه عباره عن ميه وملح، محلول ملح من المغنيسيوم سلفيت. ببتدي ان انا احط الكيس ده، تمام، على الحته اللي فيها وجع. بتبتدي ايه بقى؟ الحته اللي فيها وجع دي بتسخن. ليه؟ الملح ده عمال يطرد حراره. طب بيطردها على ايه؟ بيطردها على الحته اللي ايه؟ اللي هو لامسها، السراوندنج. تمام الكلام؟ طيب عكس الكلام هنا، يعني الكلام عكسه هنا. قال لك هنا اللي هو الكولد كومبريس اللي هو لونه ازرق، ده بيعالج ايه؟ ده بيقلل السويلنج، بعد الشر لو في ورم، لو في انفلاميشن، لو في التهاب. بنبتدي نشوف الورم مثلا بعد الشر لو انت ماشي خبطت في الحيطه فطلعت لك بقليله، او في التهاب حساسيه او كده، بنبتدي نحط ايه؟ نحط الكيس اللي هو بيبتدي يسقع ده. ده بيعمل ايه بقى؟ لما بحطه بيبتدي يسحب الحراره بتاعت الالتهاب. فالملح ده ملح ايه؟ ملح ايه؟ ملح من المصاميص، يبتدي ايه؟ يمصمص، يبتدي يسحب، يبتدي يمتص الحراره بتاعت الايه؟ بتاعت السويلنج او الانفلاميشن. لكن ده لا، ده بيطرد، بيبتدي ايه؟ يطرد، بيبتدي يخرج. فده بيسحب الحراره بتاعت السويلنج والانفلاميشن. هنا لا، هنا ده بيطرد، ده بيطلع. فهنا بتحس انت بسخونيه، هنا بتحس انت بايه؟ بتحس انت بسقوعيه. تمام؟ طيب اتفقنا ده اكزو ده اندو. طب ده بيشتغل على ايه؟ ده لما بيبتدي يسخن ده بيشتغل على ايه؟ قال لك ده بيشتغل على الدايليتنج البلاد فيزلز. يعني كلمه دايليتنج بيبتدي يوسع الاوعيه الدمويه عشان الدم يمشي ويتحرك بشكل كويس. البلاد فلو انكريز، حركه الدم بتشتغل كويس للمنطقه المصابه، المنطقه اللي فيها شد، المنطقه اللي فيها كدمه، المنطقه اللي فيها وجع، بتبتدي الدم يروح لها بشكل كويس. وده بيعمل ارتخاء وبيقلل الوجع، بيعمل ارتخاء في العضلات وبيقلل الوجع. الناحيه الثانيه السعويه دي بتعمل ايه؟ ده بيعمل كونستريكشن للبلاد فيزلز. يعني ايه؟ بيقفل. خد بالك هو يعني التهاب، يعني التهاب يعني الاوعيه الدمويه بتاعتك بقت واسعه جدا، فالدم ماشي بسرعه جدا، فالتهاب، عشان كده بتحمر نتيجه حركه الدم العاليه. هنا لا، انا الالتهاب ده بعالجه ازاي؟ بقفل الوعاء الدموي، بخلي الدم وهو ماشي بيبقى ماشي قليل جدا في المنطقه دي، تمام، بسبب السعويه. فبقلل السويلنج والانفلاميشن، بقلل الورم، او بقلل الالتهاب اللي انا عايز اعالجه بالكيس ده. ما تنساش الملح بتاع الهوت كومبريس اسمه ايه؟ اسمه مغنيسيوم سلفيت، شكله ايه؟ ما تنساش الكولد كومبريس اسمه ايه؟ شكله ايه؟ ما تنساش الكلام ده. تمام؟ طيب كده نكون الحمد لله بفضل الله خلصنا الحصة الأولى. ما تنساش حبيب قلبي ان كل حصة معتمدة على الحصة اللي بعدها. يعني الحصة الأولى ذاكرها كويس عشان أفهم التانية، الحصة الأولى والتانية أفهمها كويس عشان التالتة تبقى بالنسبة لي لعب عيال. فالوحدة بقت في جيبي، خلصنا الوحدة الأولى نراجع عليها، نحل، ندخل على الوحدة التانية، وهكذا. عشان خاطري ذاكر الكلام ده كويس جدا 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 جدا، عشان ربنا إن شاء الله يكرمنا ويوفقنا يا رب. شكرا لكم جدا، باي باي، مع السلامة. I love you so much. واوعى تشرب قهوة أو تشرب شاي، خليك في الشاي بلبن، في النسكويك، بقسماطك، بسكوتك. باي باي.